حياكم معنا في الأسبوع الخليجي الثاني للوقاية من مضاعفات السكر، وخلونا نتعرف عن القدم السكرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم عن القدم السكرية. القدم السكرية تعتبر من الأمراض الخطيرة التي تصيب القدمين، وهي تعتبر إحدى مضاعفات مرض السكري. شلون يأثر الداء السكري على القدم؟ ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترة طويلة هو السبب الرئيسي لاعتلال القدم أو لحدوث القدم السكرية. شلون ممكن هذا يصير؟ أولاً ارتفاع السكر في الدم يؤدي إلى نوعين من الاعتلال. الاعتلال الأول هو الاعتلال العصبي السكري، والنوع الثاني هو الاعتلال الشرياني. نجي إلى الاعتلال العصبي السكري. عادة المريض يجي يشتكي من وخز أو تنميل أو حرارة في باطن القدم، أو ممكن حتى إنه ما يحس بالقدم، يعني يفقد الإحساس. هذا راجع إلى أن السكر أثر على الأعصاب وسبب نوع من الالتهاب في العصب، وسبب تلف في الأعصاب اللي تغذي القدم. النوع الثاني هو الاعتلال الشرياني. الاعتلال الشرياني نفس الشيء، السكر يسبب تضيق في الشرايين اللي تغذي القدم، وبالتالي المريض ممكن أن يأتي بأعراض نفس التقلصات أو آلام تقلصية، نفس الانقباضات في القدم والساقين. ممكن أن يكون فيها تورم في الأقدام، ممكن أن يكون في لون أزرق أو محمر. كل هاي الأشياء ممكن تؤدي إلى تقرحات أو جروح تتأخر في شفائها بالنسبة للمريض. وشنو أفضل وسيلة لحماية القدمين وطرق الوقاية منها؟ طبعا شلون المريض ممكن أن يحمي نفسه من القدم السكرية؟ أولا يجب على المريض أن يتبع الخطة العلاجية، يعني أي شيء يوصف إليه المريض نفس العقاقير، الأنسولين، يجب على المريض أن يأخذه وبشكل منتظم. الشيء الثاني، يجب على المريض أن يتبع نوع من النمط الصحي، يعني يمارس نوع من أنواع الرياضة المناسبة إليه، يأكل غذاء صحي. ما نقصد بالغذاء الصحي طبعا الرجيم، وإنما غذاء صحي متوازن بعيد عن السكريات والنشويات العالية. الشيء الثاني، يجب على المريض أيضا أن يهتم بالقدم، أو أنه يعتني في القدم عناية خاصة. يعني مثلا أولا يجب عليه أن يفحص القدم بشكل يومي، يتأكد أن ما فيها أي جروح أو تقرحات، هذا الشيء الأول. يغسلها وينظفها بالصابون وبالماء الفاتر، يجففها ويجف خصوصا اللي هي ما بين القدمين. يرطبها، يستخدم أي نوع من الكريمات المرطبة للقدم، عساس هذا الترطيب يمنع حدوث تشققات وجفاف في القدم، لأن الجفاف هو اللي يؤدي إلى حدوث الجروح أو التشققات. الشيء الثالث، لما يجي يقصص الأظافر يقصها بشكل مستقيم، ما يحاول أنه يحفر على الجوانب في الظفر. نوعية الحذاء اللي يختاره مفروض يكون عريض من الأمام، مبطن، يكون نوعا ما مريح للقدمين. نوعية الجوارب اللي يلبسها ما تكون جوارب جدا ضاغطة، تكون جوارب مريحة وقطنية. الشيء الثالث أنه الفحص القدم، لازم المريض يفحص القدم حتى من باطن القدم، وإذا كان ما يقدر أنه يشوف باطن القدم، يستعين بمرآة أو يستعين بأحد من أهله علشان يشوف القدم بشكل كامل. ولو اكتشف أن في جرح أو تقرح يلجأ إلى المساعدة الطبية في هذا الوقت. ولا ننسى الخدمات اللي تقدمها عيادة السكر المركزية للعناية بالقدم السكرية. احنا ككادر طبي في عيادة السكر المركزية شنو ممكن نقدم للمريض؟ اولا يجي لنا المريض حوالي كل 3 إلى 4 شهور، ففي هذه الزيارة يشوف الممرضة ويشوف الطبيب. للممرضة تفحص القدم بشكل كامل، يعني تفحص أماكن الإحساس في القدم، تفحص القدم وتتأكد من خلوها من أي جروح أو فطريات ما بين الأصابع، تتأكد من النبض الشرياني موجود أو غير موجود. في حالة وجود جروح أو تقرحات بيتلقى المريض العلاج اللازم. ليش؟ علشان نمنع تفاقم هذا الشيء إلى
قرحة غير قابلة للشفاء أو حتى إلى غرغرينة اللي هي ممكن تؤدي إلى بتر جزء من القدم أو حتى القدم، وبالتالي تؤدي إلى إعاقة جسدية إحنا في غنى عنها. وفي النهاية النصائح لمريض السكري للعناية بقدميه. في النهاية نطلب من كل مريض أن يعتني اعتناء خاص بالقدمين، يعني مثل ما يعتني بأي جزء من جسمه مثل وجهه يجب عليه أن يعتني أيضا بقدميه، لأن القدم يعتبر جزء مهم جدا بالنسبة لمريض السكري. فالعناية بالقدم بالنسبة لمريض السكري ممكن إنه يأخر أو حتى يمنع حدوث القدم السكرية. شكرا لمتابعتكم. تقدرون تتواصلون معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.